الزمالك وبيراميدز، او بيراميدز والزمالك، ماتش اتشاهد فعلا، ماتش فيه نديه جامده كبيره جدا جدا. يمكن بيراميدز يعني ما عرفش يتقدم ب 2-0. يمكن لو اتقدم ب 2-0 الماتش خلص، بس هو طول ما 1-0 الماتش لسه جوه الملعب. اللي الزمالك برضو ما بيلعبش الا قصاد بيراميدز بصراحه، يعني ممكن يتغلب من اي حد، بس يتغلب يجي عند بيراميدز لا استوب، هنكسبك هنكسبك. طبعا يعني كله شاف الماتش، الماتش بصراحة حلو. يمكن بدأ من ساعة ما الزمالك بدأ اتعادل، وحتى الشوطين كان من أروع ما يمكن بصراحة. الشوطين الزمالك لعب رغم ان بيراميدز مطرود منها واحد بس اهو. بيراميدز ما كانش تحس ان هو كان غايب منه حد، والماتش خلص ضربات جزاء والزمالك كسب. بس انا كنت بشجع الزمالك والله. ليه بقى؟ من حاجة لحاجتين. اول حاجة وحشتني لقاءات القمه والله. تاني حاجه مش عشان احنا مش هنخسر من بيراميدز، لا، احنا اخر مره احنا واخدين من بيراميدز سوبر وكاس ورا بعض، فما فيش حد يقول لي عشان ايه انت تخسر من بيراميدز او خايف. احنا اخر كام ماتش حاطين على بيراميدز، انا بس عشان احنا هنكسب الزمالك. وحشتني لقاء القمه، وحشتني السكورات اللي بين الاهلي والزمالك، 3 بقى 5 4 6. هي دي يا جماعه اللي الحته اللي ايه اللي انا كنت بشجع الزمالك عشانها بصراحه. يعني انا قاعد، احنا زهقنا بقى بيراميدز اخر نهائيين لاعبين معاهم، نغير بقى، نغير عشان نرجع لايام ايه الخمسه والسته. وسلام عليكم.